جايلكوا بلعبة مصرية أصيلة، لعبة أجدادنا، لعبة الملوك. وبصراحة مش الملوك بس، كان كل مصري قديم بيلعبها. هي لعبة السند. قبل ما نعرف بتتلعب ازاي، ناخد نبذة عن لعبة السند نفسها. السند نفسها معناها العبور. فلعبة السند هي لعبة مصرية قديمة ترجع حوالي 3100 قبل الميلاد. المصري القديم هو أول من صنع ولعب ألعاب الرقعة بكل أشكالها بكل ألوانها. من أشهر اللعب دي هي لعبة السند. متاخد منها دلوقتي الشطرنج على الطاولة، ميكس كده من لعبة السنت. أشهر من لعبة السنت هي ملكة نفرتاري. صورت لها في مقبرتها في مقبرتها إنها بتلعب لعبة السنت، وهي زوجة رمسيس الثاني. والملك سينيجم وزوجته إينيفرتي صورت له برضه هو بيلعب هو وهي لعبة السنت. وسينيجم ده كان من أهم وأشهر المهندسين والفنانين اللي كانوا بيبنوا مقابر الملوك والنبلاء من حيث الحفر والتزيين. ومين تاني من أشهر ملوك توت عنخ آمون وجدوا في مقبرته لعبة السند بأشكال مختلفة. موجودة بقى لعبة السند في العالم كله، في المتاحف موجودة على جدران، موجودة في البرديات، حيث برضه وجد رسم كرتوني مصري قديم إن أسد قاعد بيلاعب غزالة لعبة السند. طب كان إيه المغزى من لعبة السند؟ كانوا يعتقدوا إن أنا لو كسبت رحلتي هتبقى آمنة في العالم الآخر. يعني أن أنا لازم أكسب، فيبقى المتوفي رحلته العالم الآخر رحلة آمنة. طيب بتتلعب إزاي؟ هي عبارة عن 3 صفوف، في كل صف 10 مربعات، يبقى مجمل 30 مربع. شخصين بيلعبوا، كل شخص ليه 5 قطع. طبعا الخمسة غير شكل تاني غير الخمسة. عبارة عن احنا بنجري ورا بعض، اللي يوصل الأول يبقى هو كده اللي كسب. ده الشكل التاني، وليها قوانين كتير جدا. الظهر هنا عبارة عن عصيان بلونين، لون فاتح ولون غامق. احنا بنلعب على اللون الفاتح، يعني حركاتك هتتلعب من اللون الفاتح. يعني كده، ده اللون الفاتح. هنرمي الزهر، ولو جالنا 3 فاحنا كده هنتحرك 3 حركات. لو جالنا 2 بس فاحنا هنتحرك حركتين بس. بنلعب على اللون الفاتح. طب لو جالنا واحد فبيبقى ليك الأولوية تلعب مرة كمان. طيب لو جالك 3 هتتحرك 3 حركات لقدام. الأربعة هتحرك 4 حركات لقدام. لكن لو جه الشكل كله غامق بالمنظر ده، هيبقى ليك 5 حركات وأولوية كمان تلعب مرة كمان. آه في أماكن هنا ليها أسامي، منطقة أمان. هو الفكرة كلها إن أنت تتحرك بالقطع، وأنا بقعد أجري وراك. لو جالي 2 بجيب على القطعة بتاعتك، برجعك تاني مكان ما أنت وقفت لحد ما نوصل، وهكذا. هنا ده اسمه بيت الحياة عنخ. ده منطقة سيف زون. لو جيت وقفت أنا هنا ما ينفعش ترجعني. لو أنا وقفت هنا وأنت جيت برقم وفي نفس المكان تقف جنبي، لكن ما ترجعنيش لأن منطقة أمان. هنا بيت الجمال أو بيت السعادة نفرو. هنا بيت المياه مو. لو جيت هنا هتقع تاني وتقف عند بيت ال 15. يعني ده ال 15. حلو. هتعد بعد كده 26 27 28 29 30. لو قلنا بيت المياه ميو، لو وقفت عليها هنا تاني ترجع بيت الأرواح باو، منطقة أمان برضو. رع حورس. هنا برضو وقفت على هنا، لازم تجيب 3 عشان تنزل. لو جبت 4 ما ينفعش. لو جبت أي حاجة لازم هنا 3. لو وقفت هنا وجبت 3 ما تخشش، ما تكسبش. لازم برضو 2. تيجي هنا برضو لازم 1، تجيب 2، تجيب 3 4 ما تكسبش. لازم تجيب 1 بس. آه وزي ما قلنا ال5 قطع لازم كلهم ينزلوا، فاول واحد هينزل ال5 قطع هو الكسبان. فهي رحله عباره عن بنجري ورا بعض. انا اجي هنا ارجع مره تانية عند بيت ال 15، اقف سيف زون واسيبها زي ما هي واتحرك لحد ما الاقي الرقم في الظهر زي ما احنا قلنا الوصيه كده يرجعني، يدخلني. يعني هقف هنا 3، ما جاتش 3 اسيبها زي ما هي والعب اي حاجه تانية. ما انا معايا 5 وهو معاه 5، وكل ده عمالين نلف ورا بعض. هنلعبها برضو فيديو كده اشرحها لكم، هي محطوط عليها القطع ونشوفها.
المهم في الموضوع ان احنا عايزين نحافظ على الهويه. دلوقتي بقى اي حد يقول لك الاكله دي بتاعتي، الهرم بتاعي، اللعبه دي بتاعتي. احنا متشافين بره اكتر من جوه، متشافين بره اكتر من جوه. في العاب كتير قوي هتكلم فيها المره الجايه اتاخدت اوريدي خلاص، بقت لعبه عالميه. اول من لعبها كان هو المصري القديم، بس حرفوا في الاسم شويه. بقت طالما انت نسيت حاجتك هتتاخد بره. في ناس بتدرس علم المصريات كويس قوي 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 من حيث كل حاجه. هتتاخد اللعبه وتغير مسماها طالما انت بتلعبهاش. نفضل نمارسها. مش بس لعبه السنس، في حاجات تانية جايه كتير. ب... بتتنفس عشان الاجيال الجايه تلعبها وتنتشر. مش بعيد جدا تتحط في التراث العالمي، تتاخد منك باسم تاني، تتلعب ومسمى تاني والاسم هم بص نروح نشوف هم بيلعبوا. وهي لعبه مصريه قديمه. ففي ألعاب تانية هشرحها لكم، هي لعبة مصرية قديمة أو من لعبها المصري القديم واتاخدت، ولعبة عالمية مش هقول اسمها دلوقتي، بس المرة الجاية. نحافظ على هويتنا. كله نفسه ينهش فيك، كله نفسه يقول لك احنا دي حاجتنا. هرم بتاعنا الأكل الكشري. لقيت في دولة كده تقول الكشري بتاعنا. طالما ما بنحافظش ما بنمارسش حاجتنا هتتاخد. على السلامة. دلوقتي حطيت القطع على اللعبة، وزي ما قلت لكم شخصين بيلعبوا بعض. كل شخص ليه 5 قطع بشكل مختلف زي ما احنا شايفين، ولازم اللي يخرج ب5 قطع الأول فهو يبقى الكسبان. زي ما قلنا ان ده الظهر. كل واحد هياخد العصي يلعب، واللي يجيب أعلى من التاني هو الكسبان. ده جاب 1، وقلنا احنا بنلعب على اللون الفاتح. الظهر هياخد التاني ال4 عصيان هياخدهم اللاعب التاني. شوف جاب 2، فاللاعب التاني هو دلوقتي اللي هيلعب وهيختار الشكل. واختار مثلا الشكل الازرق. جاب 2 فهيتحرك بالشكل بالازرق. 2 1 2. التاني هيلعب. التاني جاب 3 فيتحرك 1 2 3. فبالتالي انا هرجعه تاني مكان ما انا كنت واقف. فهي لعبة عبارة عن بنجري ورا بعض. ولكن في حاجة، لو عملت 3 جنب بعض فانت كده بتمنع مروره هو. فاوعى وهو بيلعبوا بعض يعمل 1 2 3، انت مش هتعرف تعدي خلاص. طالما حط 3 فهو بيحمي، عامل حماية لنفسه. طيب نرجع تاني. الازرق هو اللي هيلعب، هيرمي الزهر مرة تانية. جاب 1 فهيتحرك. ممكن يبقى عامل كده زي ما انا قلت، منع له العبور. 3 وقفله عبوره عشان جاب 3 ورا بعض. هيلعب اللون التاني هيجيبه كده، فبرضه عمل عبور، منع عبور. فهكذا لحد ما حد يوصل. وزي ما قلنا ال15 بيت الحياة عنخ، بيت السعادة أو بيت الجمال نفرو، بيت المياه مو، بيت الأرواح بيت رع، بيت حورس. لازم توصل لحد هنا. فهي عبارة عن جري ورا بعض لحد اللي هيكسب في الآخر. شكرا. أتمنى إن كلنا نرجع نلعب الألعاب المصرية القديمة أو حتى نعرف عنها، لأن كل واحد دلوقتي بياخد تراث مش تراثه ويقول دي حاجتنا. مع السلامة.